السلام عليكم خوتي العزاز، نتمنىكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله. غادي نقدم معكم واحد الطبق اللي هو طبق مغربي 100%. هي المروزيه معروفه. الناس العيد الكبير ضروري ما يديروا هذا الطبق هذا، في كل بيت كتلقاه. ونخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير انا درت معلقه كبيره ديال المروزيه، كناخدها عند العطار، ما كناخدهاش مطحونه، كيجمعها ليا وكيطحنها. درت واحد المعلقه ديال السكنجبير، معلقه ديال الخرقوم البلدي، واحد المعلقه ديال السمن، وعود ديال القرفه والملح حسب الذوق. غادي نرقد اللحم اللي عندي من جهه العنقره دي كميه قليله، داكشي علاش بالنسبه للمقادير العطريه درت هي القياس. بالنسبه للمروزيه درت هي معلقه كبيره، لحقاش عندي اللحم كميه قليله. الا كانت الكميه كثيره غادي ديروا 2 معالق كبار. ودرت واحد 4 الفصوص ديال الثومه درتهم انا، ما بينتش لكم من الاول لانني كنشد الكاميرا بيديا، ما يمكنش ليا نخدم بيد وحده. حطيت المقادير عاد صورت لكم. هنا خديت الكاس ديال الماء، فيه كاس ديال الماء ها هو اللي درت فيه زعفران زغبه. الماء يكون سخون ماشي الماء بارد باش يذوب لينا داك الزعفران. هو اللي غادي نضيفوه دابا. وغادي نرقدوا اللحم ديالنا بهاد العطريه وغنخليها حتى الغدا ان شاء الله. انا دابا كنصور معكم الليل، هذاك نتوما كتشوفوا اللحم عندي جهه العنقره. غادي نرقد اللحم ديالي كلها، ما عنديش بزاف، هانتوما الكميه اللي عندي. غادي نشرمل هاد اللحم، ندخل فيه هاد العطريه مزيان وغادي نخليه حتى الصباح ان شاء الله، ونكمل معكم حتى تمت الوصفه. انا دخلت فيها العطريه، انا شرملتها غير بيديا. خدموا لي احسن من الايد تخدموها فهاد باش تشرملوا اللحم مزيان، من الاحسن تخدموا يديكم. انا دابا شرملت اللحم اللي عندي، نسدد البوطه مزيان نتوما صافي، وغندخلها للثلاجه هي لتحت حتى الغدا ان شاء الله. عاد باش بالنسبه للحم اللي رقدت البارح في الليل، دابا غادي نصبها ان شاء الله. نسيت لكم في المقادير معلقه صغيره ديال البزار. بالنسبه للبزار والسكنجبير والخرقوم البلدي ندير معلقه صغيره، وبالنسبه للمروزيه معلقه كبيره، حيت من حسب الذوق. وباقي المقادير راني ذكرتهم في اول ديال الفيديو. ديال البزار اللي نسيت ما ذكرتوش لكم، درت شويه الماء، شللت هذيك البواطه اللي كان فيها اللحم ضفتو. غنزيد نضيف واحد الكاس ديال الماء حيت اللحم عندي غا صغيره، وغادي نحطها فوق البوطه وغادي نقص على البوطه ونخليها تقريبا نصف ساعه. عاد نفتح عليها ونشوف اللحم ديالنا الا طابت. غنضيف هذاك الزبيب ودوك 2 معالق ديال العسل، وغنضيف كذلك واحد شويه القرفه غنزيدها. الا باقي خصها طياب غادي نزيدها واحد ربع ساعه حتى طيب. عاد نكمل معكم تتمه المقادير. بالنسبه للوز والزبيب انا خديت هنا غير كاس ديال الزبيب، غادي نغسلو مزيان وغادي نضيفو في الاخير ملي غادي نسدو على اللحم تقريبا نص ساعه. وبالنسبه للوز انا هنا غادي نديرو يعني ندير ليه الماء طيب وغادي نفسخو وغادي نقليه في شويه الزيت. هذا هو الشكل النهائي ديال المروزيه، ها هي الزبيب واللوز. بالصحه والراحه.